يقل كثير من الناس في هذا الشهر من المعاصي، ولله الحمد والمنة. فليكن هذا ديدنا لنا في هذا الشهر وفي غيره من الشهور، بداية سلوك طريق جديد في هذا الشهر وما بعد هذا الشهر. في القرآن نختم في هذا الشهر ثم يكون طريقا لنا في كل شهر لنا ختمة. ما المانع؟ ما الذي يمنع؟ كم يكلفك هذا من الوقت؟ كم يكلفك ختم القرآن؟ أناس يختمون القرآن في كل يوم ختمة كاملة. أنت في شهر لا تستطيع أن تختم ختمة كاملة؟ قد يقول البعض أولئك السلف رحمه الله تبارك يختلفون، فاضين، ما عندهم شيء، أوقاتهم متسعة. لا، ليس الأمر كذا. حتى في زماننا هذا أناس يختمون القرآن في كل ليلة لهم ختمة. امرأة أعرفها، امرأة في كل يوم ختمة، إلا في العشر الأواخر ختمة ونصف. الآن في زماننا هذا موجودة أم عيال كل يوم لها ختمة، وفي العشر الأواخر ختمة ونصف كل يوم. ليست أقوى منك ولا أحسن منك ولا أتقى لله منك، والتقوى محلها القلوب، والله أدرى بما في قلوب الناس سبحانه وتعالى. لكن أقصد لست عاجزا، ولكننا نضيع أوقاتنا فيما يفيد وما لا يفيد للأسف. ختم القرآن يستغرق 10 ساعات في القراءة المتأنية، فإذا كانت القراءة حدرا في 8 ساعات تختم القرآن. وكلكم يسمع عن خميس مشيط، في كل 3 أيام ختمة. صلاة التراويح، في صلاة التراويح في كل 3 أيام ختمة. الآن في زمننا اليوم، أمس ختموا أول ختمة، في كل رمضان في كل 3 أيام ختمة. صلاة التراويح قيام ليه؟ ليس قراءة قرآن على الفراغ على لا، في كل 3 أيام ختمة. ليس الأمر مستحيلا، ليس الأمر مستحيلا، لكن يحتاج إلى جد واجتهاد، إلى أن يعرف الإنسان قيمة ما يقدم لله تبارك وتعالى، وقيمة ما سيعطيه الله جل وعلا مقابل ذلك. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.